بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا النهاردة جهاز المصحف الناطق المحفظ. الجهاز فيه 32 تلاوة بصوت 27 قارئ. يعني تخيل كأن معاك قناة المجد موجودة في جيبك، وحجم الجهاز زي ما انتم شايفين صغير جدا يوضع في الجيب. ده الكتالوج اللي جاي مع الجهاز. لو حضرتك عايز تشغل صورة، حضرتك بتفتح كتالوج مثلا الشيخ سعد الغامدي. الزرار اللي فوق ده هو زرار الباور اللي بيشغل الجهاز. هو كده كده كان شغال على سعد الغامدي، لكن احنا مثلا نختار كان شغال على سورة الفاتحة 1618. نختار مثلا سورة ياسين 1653. 1653. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن ده الزرار اللي بيعلي الحكيم. الصوت ويوطيه. مستوى الصوت يسمع كده حاليا بيسمع في أوضة 10 متر، ممكن يوصل. مستقيم تنزيل. الصوت نقي جدا جدا جدا. في هنا مدخل للفلاشة لو عايز تحط حاجة تانية على الجهاز، وفي طبعا الميموري المرفق، ميموري أصلي، والجهاز ده نفسه جهاز جوك أصلي على الختم من ورا، ومكان للسماعة ومكان للشاحن. ده زرار بيشغل التلاوة ويوقف. دي طبعا الزرار اللي بنكتب منها الأرقام حسب اللي موجود في الكتالوج. ده بيقدم للصورة اللي بعدها والآية اللي بعدها. ده بيقدم نفس الكلام، بيرجع نفس الكلام الصورة اللي قبلها. طبعا حسب كل تلاوة، كل تلاوة بيبقى مكتوب فيها هي بتدعم تكرار الصورة ولا الآية. وده زرار تشغيل التكرار، نتك عليه مرة واحدة كده يظهر كلمة 1، معناها مشغل التكرار. لو ضغطنا عليه مرة تانية قول يعني مش مشغل التكرار، يعني مشغل كل الراديو. زرار ام ده بيشغل الراديو عليه إذاعة القرآن الكريم. وواضح جدا قوة الراديو من غير ما نمسك، من غير ما نفتح الاريال. لما نفتح الاريال بتكون الإشارة أقوى بكتير جدا. بس للطلب من عين الصفحة إن شاء الله.